المنطق لوحده لا يكفي علشان تقدر تدخل لمديرك وتقنعه بفكرة أو تخليه ياخد قرار معين. تعالى لي كده مدير لما أقولك إن أنت في الأول وفي الآخر بتكلم بني آدم، فمحتاج إن أنت تدعم فكرتك أو أرقامك اللي أنت داخل بيها دي بجانب مشاعري كده أو جزء عاطفي عشان يديلك دفعة للقرار بتاعك. مثال: التقرير اللي انا بقدمه لك ده يا مدير جامع كل التفاصيل وهيخليك تقدر تشوف الارقام بشكل احسن، وجمعت لك فيه كذا وكذا 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 بدل الثلاث اربع تقارير اللي انت بتتابع منهم. فالمدير هيلاقي ان هي فيه تفاصيل كتيره قوي، فهنا هيبدا يتوه. طيب ده كبير قوي وكتير قوي. اللحظه اللي انت هتبدا تقول له بس ده هيوفر عليك ساعه من يومك اللي انت تجمع في ثلاث اربع تقارير، هو هنا هيبدا يحس براحه. فالمشاعر اللي انت بتضخها مع شوية العقل والمنطق أكنهم البنزين أو الدوسة بتاعت البنزين اللي انت بتسرع بيها اتخاذ القرار. جرب كده الطريقة دي وقولي أخبار القرار المرة الجاية ايه.